بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم عن الاري بوش فانكشن الاري بوش والاري انشيفت. احنا كنا قبل كده عرفنا ازاي نحذف قيمة من اول المصفوفة ونحذف قيمة في اخر المصفوفة. دلوقتي بقى هنعرف ازاي ندخل قيمة في اول مصفوفة وندخل قيمة في اخر المصفوفة. ندخل قيمة في اخر المصفوفة عن طريق الاري بوش. بتستخدم ازاي الاري بوش؟ احنا عندنا نفس المثال هنا، الدول دي انا عايز ازود في اخرها مثلا الجزائر، اقوم عامل ايه؟ array push. اوكي، بعد كده احط اول بارامتر اللي هو اسم المتغير اللي هو في الاري، اللي هو المتغير او الفيربل array. اوكي، array. بعد كده ناخد كوما، وبعد كده بقى نكتب القيم اللي احنا عايزين نزودها. مش شرط قيمة واحدة، يعني ممكن اقول له هنا الجيريا، ممكن اقول له هنا تونسيا. يبقى هنا في الاري دي هيزود لي عليهم الجيريا، هنا يبقى هنا هيزود الجيريا، وبرضه هيزود تونسيا بالشكل ده. يعني المصفوفة array بعد السطر ده هتبقى بالشكل ده. اوكي، نمسح دول كده ونشوف بقى. الاول نعمل ده كومنت، اوكي، وبعد كده نشوف هيطبع لنا ازاي. هطبع لنا عادي ايجيبت ليبيا يو اس اي كندا. بعد اما نحط السطر ده شوف هيطبع لنا ازاي. في هنا ايرور لاين 108. هنا نسيت السيمي كولون. تمام، طبع لنا ايجيبت ليبيا يو اس اي كندا وزود عليهم الجيريا وتونسيا. يبقى عندي هنا 6 قيم ب6 اندكس من الصفر للخمسة، بعد اما زودت عليهم القيمتين دول عن طريق الاري بوش. طيب انا كده زودت قيم في اخر المصفوفة. طب عايز ازود قيم في اول المصفوفة عن طريق الاري انشيفت. array انشيفت نفس طريقة استخدام الاري بوش. هعمل هنا كده بالشكل ده، اعمله كومنت، وبعد كده اقوم قايل array انشيفت بتدخل لي قيمة في اخر، قيمة او اكتر في اول المصفوفة. بس الاول اول بارامتر اسم الفيربل اللي فيه الاري، وبعد كده ادخل القيم اللي انا عايزها. يعني مثلا هبدأ المصفوفة بالجيريا، اوكي، بعد كده تونسيا. يبقى المصفوفة المفروض تبدأ بألجيريا وتونسيا، يعني المصفوفة المفروض تبقى بالشكل ده، ألجيريا بعد كده تونسيا. يعني المصفوفة بعد السطر ده المفروض تبقى بالشكل ده. انا زودت قيمتين، تقدر تزود اكتر من قيمة او تزود قيمة واحدة بس. طيب نشوف بقى بعد السطر ده هيطبع لي ازاي. طبع لي بالشكل ده، اول قيمة الجيريا، تاني قيمة تونسيا، تالت قيمة ايجيبت ليبيا يو اس اي كندا. اوكي، هو ده الاري بوش والاري انشيفت. اخر حاجة بقى في الاريز عشان ننهيها اللي هي الكاونت، وده بيعدلك عدد القيم اللي موجودة في الاري. يعني لو قلت له ايكو كاونت array يدخل فيها طبعا البارامتر الاولاني اللي هو اسم الاري، اسم المتغير. هنا لو قلت له ايكو كاونت array هيعمل لي ايه؟ هنا اول قيمة يبقى 1 2 3 4. هو ما بيعدش الاندكس، لا هو ما بيقولش هنا 0 و1 و2 و3، لا ما بيعدش الاندكس، هو بيعد عدد القيم كام. هنا 1 2 3 4. يبقى هنا عندي 4 قيم في المصفوفة دي، يبقى المفروض يطبع لي
4. تمام، طبع لي 4. طيب لو زودنا بقى عملنا السطر ده وزود لنا قيمتين، المفروض يطبع كام؟ 6 بالزيادة، تبقى 6. جميل كده. اخر حاجة بقى في الاريز حكاية تعريف. انت مش شرط تعرف كل القيم في نفس السطر. انت عندك هنا ده اندكس بتاعه 0، الاندكس بتاعه 1، الاندكس بتاعه 2، الاندكس بتاعه 3. ممكن هنا تقوم عامل array بالشكل ده، تقوم فاتح القوسين دول، تقول بقى هنا 1 2 3 4، نقول 5 تساوي برازيل مثلا بالشكل ده. نشيل السطر ده. يبقى احنا هنا زودنا عنصر في اخر المصفوفة. يبقى المفروض كده كام؟ 1 2 3 4 5. تمام 5 قيم. او ممكن تقوله بي ار بقى زي ما احنا قلنا قبل كده بالشكل ده، عادي جدا.